دايما بنشتكي ان القشره بتقع من على البفتيك، يا اما اثناء القليه او بعد ما بيبرد. ان شاء الله هنحل المشكله دي مع بعض بطريقه سهله وطريقه بسيطه، وهيطلع معانا زي ما انتم شايفين الدهبي من بره ومن جوه بيكون طري وجميل. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه زي ما انتم شايفين، بصوا بيتقطع بمنتهى السهوله ازاي. ده عباره عن كيلو من البفتيك، وعندي 2 حبه من البيض. بجيب البفتيك اول حاجه حتى لو هو رقيق، ببدا برضو ارققه تاني شويه بان انا بحط عليه كيس من البلاستيك، وابدا ان انا اعمل له عمليه فرد بالطريقه دي طبعا المدق بتاع اللحمه عشان خاطر الانسجه تبدا تبعد عن بعضيها. لما احطه في التتبيله يبدا ان هو يتشرب التتبيله بسرعه ويبقى طري باذن الله. بعمل كل الكميه بالمنظر ده. بعد ما رققته كله ببدا احضر بقى التتبيله البسيطه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. دي عباره عن بصلايه صغيره، بدات احط عليها شويه من الملح عشان اعصر بس العصير بتاعها. بيطلع حوالي معلقه، بحط عليه معلقه من هريسه الشطه عشان تديله طعم حلو، وشويه من فلفل اسود، شويه من الكزبره الناشفه عشان تدي طعم حلو جدا. ممكن احط عليه كمان شويه من البابريكا عشان تديله لون حلو، او شويه من الشطه، واضيف عليه 2 حبه من البيض بيكونوا في درجه حراره المطبخ. ببدا بعد كده اقلبهم كويس جدا لحد ما الخليط كله يتجانس بالمنظر ده، وهبدا انقع فيه البفتيك بتاعي، اقلبه كويس قوي واسيبه في التلاجة لمده نص ساعه لحد ما يتشرب ميه البصل ويتشرب البيض اللي انا حطاه والتوابل اللي انا حطاها. وانا ضفت شويه من الخل، وحطيت شويه من البقسماط الخشن وشويه من البقسماط الناعم، وبضيف عليه كمان شويه من الدقيق. اظن مفيش اسهل من كده، بدل ما نحط في الدقيق ونرجع في البيض ونرجع في البقسماط والخشن. هنحط عليه شويه من الملح وشويه من الكمون وشويه من الفلفل الاسود، وممكن نحط كمان شويه من الشطه وشويه من البابريكا. طبعا هنقلب كل الخليط ده كده مع بعض، وهيكون جاهز في التتبيله اللي احنا حطينا فيها البفتيك. هنبدا نحطها بقى في البقسماط اللي احنا عملناه ده كده، ونحط كمان شويه من الملح. بحط البفتيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بجهز الكميه كلها زي ما انتم شايفين. بجيب الزيت بتاعي بسخنه في درجه حراره عاليه، واول ما ببدا احط ان انا اقلل درجه الحراره شويه عشان يبدا ان هو يستوي ما يبقاش ني من جوه. اول ما بحس ان هو احمر من تحت ببدا اقلبه على الجنب التاني. زي ما انتم شايفين بيطلع في منتهى الجمال وبيتقطع بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت القشره مش هتطلع من عليه ابدا. ولو حسيتي ان الزيت بدا يتغير بتبداي ان انت تصفيه باي مصفى وترجعي تحطيه وتحطي عليه شويه من الزيت لو الكميه كبيره. بعد كده بيطلع عندي بالمنظر الجميل ده، طري جدا. يا رب يكون فيديو النهارده يكون اعجبكم ونال رضاكم. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.